هنعيش في البركان؟ زي ما سمعت كده المعماريين في ايسلندا قرروا ان هم يستغلوا انفجار البراكين اللي عندهم ويبنوا بيها بيوت يعيش فيها الناس. جا في دماغك حبة اسئلة صح؟ هل مثلا البيوت دي هتبقى سخنة؟ هل هينفع يعيش فيها بشر؟ طب هيحصل ايه لو البركان انفجر تاني على البيوت دي؟ هل لما تقع الحمم الجديدة على الحمم القديمة هتسيح؟ واهم سؤال ممكن تسأله هو ازاي هيعملوا كده؟ خلينا نرد على كل الأسئلة دي، بس الأول نبدأ بشرح موقع ايسلندا. ايسلندا واقعة على فالق بين صفيحتين تكتونيتين أو تو بليتس. البليت الأولاني هو بتاع أمريكا الشمالية، والبليت التاني هو اليوراسيان بليت أو الصفيحة الأوراسية اللي هي بتاعت أوروبا. الصفيحتين دول في حركة تباعدية، تقريبا كل سنة بيبعدوا عن بعض 2.5 سم. وموقع ايسلندا ده بيخليها من أنشط الأماكن البركانية. فالمعماريين بقى ابتدوا ان هم يستغلوا الفكرة، احنا كل كام سنة هينفجر البركان كده يبهدل الدنيا من غير ما نستغله، طب ما نستغله ونبتدي بالحمم البركانية دي نبني مدن كاملة. وده هيكون عن طريق 3 طرق. بس قبل ما اقول لك الطرق هقول لك حاجة واحدة. الصخور المنصهرة لما تبقى جوه البركان او تحت الارض بيتقال عليها ماجما، لما بتطلع بره فوهة البركان بيتقال عليها لافا. نرجع بقى لل3 طرق. اول طريقة وهي الخنادق. هيتم حفر قنوات عند فوهة البركان توجه اللافا ان هي تتصب في قوالب تشكل جدران او طوب للبناء. تاني طريقة وهي طباعة ال3D. في المستقبل هيتعمل روبوتات تبتدي ان هي تاخد الحمم البركانية وتطبع بيها مباني كاملة، وده هيتم بعد الانفجار البركاني. تالت طريقة بقى وان احنا نستغل الماجما وهي لسه جوه البركان تحت الارض. هيتم حفر مسارات تحت الارض تمشي فيها الماجما وتتصب في قوالب جاهزة للبيوت تحت الارض. هتقولي طب ثانية واحدة، هي الماجما او اللافا دي لما تبرد بتكون ايه؟ هقولك سؤال جميل بس السؤال الصح، تبرد امتى وفين؟ السرعة والمكان اللي بتبرد فيهم الماجما او اللافا اللي هي الحمم البركانية او الصهير بالعربي هي اللي بتحدد نوع الصخر اللي بيتكون. يعني مثلا لو بردت بسرعة على سطح الارض هتكون لك حاجة اسمها الزجاج البركاني او الابسيدان، مادة صلبة شبه الإزاز تستخدم في البناء كبديل ليه، قوية وحادة. ولو بردت بسرعة على سطح الأرض برضو بس داخل فيها غازات بتكون لك صخر الخفاف، وده صخر خفيف الوزن عازل الحرارة بيستخدم في الخرسانة الخفيفة وفي العزل. طب بقى لو الماجما بردت تحت الأرض ببطء هتكون لك يابسات